مساء الخير أعزائي المستمعين. معادنا النهاردة مع رسالة كان بعتها أحد القراء للكاتب الكبير عبد الوهاب مطاوع. حبيت أعرضها عليكم عشان فيها تجارب وفيها حماس وفيها أمل، بتعلمنا إن إحنا مهما واجهنا من صعاب ومهما واجهنا من تحديات لازم نواجهها وهنوصل في الآخر لهدفنا. تبدأ الرسالة وبتقول: أنا يا سيدي شاب عشت تجربة مختلفة شوية، حابب أشاركها معاكم، يمكن حد يستفيد منها زي ما أنا استفدت من تجارب ناس تانية قبلي. أنا اتربيت في بيت حالته المادية كويسة والحمد لله. أبويا كان ضابط شرطة كبير وفعلا وصل لأعلى الرتب في شغله، وكمان هو ابن باشا من بتوع زمان. أمي ست مجتمع من الطراز الراقي، مثقفة جدا وشيك في كل حاجة. عندي أخت وأخ، كل واحد فيهم دلوقتي في وظيفة محترمة وناس ترفع الراس، وأنا الكبير فيهم، ابنهم البكري يعني. اتربينا في جو ارستقراطي كده، كله نظام والتزام، وكل حاجة ليها ميعاد، والأصول لازم تحترم، والتقاليد فوق الكل. حتى دايرة علاقاتنا العائلية كلها كانت مع ناس من نفس الطبقة والمستوى الاجتماعي اللي احنا فيه. بس بقى والسبب مش قادر أفهمه لحد دلوقتي، كنت دايما حاسس إني مش لايق على الجو ده، ولا حتى مرتاح فيه، ولا لاقي نفسي وسط الشباب والبنات اللي من وسطنا ده. لقيت نفسي دايما ميال أكتر للناس البسيطة اللي بيكافحوا في حياتهم، اللي طالعين من تحت الصفر وعندهم طموح بيخليهم يحاربوا كل يوم. ومن هنا بدأت الصداقات بتاعتي كلها تكون من النوع ده من الشباب، وده خلاني دايما تحت نظر وانتقاد أهلي. كانوا دايما شايفين إني مش بحافظ على مستوانا الاجتماعي، وبيفكروا إني بضيع نفسي وببعد عن اللي اتربيت عليه. ولأن أبويا ورث عن جدي ميراث ضخم، كنا عايشين عيشة مترفة فعلا، ما كانش ناقصنا حاجة. كنت داخل كلية الطب وأنا معايا عربية بويك كبيرة جدا، عربية فخمة كده تخض. وياما قلت لأبويا: يا بابا بالله عليك هاتلي عربية أصغر شوية، أنا بحس بإحراج قدام زمايلي والدكاترة. بس كان دايما بيرفض وبإصرار غريب. كنت ساعات بضطر أركنها بعيد عن مبنى الكلية علشان محدش يشوفني نازل منها، كأني كنت بهرب من الرفاهية اللي مش شبه روحي. وفي وسط سنين الدراسة قابلت واحدة من زميلاتي، شدتني من أول لحظة، بسيطة قوي وفي عينيها حنان الدنيا كلها، وغير كده جميلة وذكية وبتفهم بسرعة ومتفوقة كمان، وأنا برضو كنت متفوق. قربنا من بعض جدا واتفقنا إننا هنكمل حياتنا سوا، وربنا يكتب لنا النصيب ويبقى بينا ارتباط أبدي. وجه اليوم اللي اتخرجنا فيه ونجحنا احنا الاتنين بتقدير عالي جدا، وقلنا خلاص الحلم هيبقى حقيقة. رحت فتحت أهلي في موضوع الخطوبة وقلت لهم عايز أعزمها تيجي تزورنا، وفعلا جت. شافها أبويا وأمي وأخويا وأختي، وكلهم اتبهروا بجمالها وبساطتها وهدوءها، وحتى ذوقها في اللبس عجبهم جدا. بس بعد ما مشيت أبويا سألني أبوها بيشتغل إيه، وأول ما قلت له الحقيقة حصل اللي ما كنتش متوقعه خالص. اتقلب وشه وعينيه ولعت، وقام واقف فجأة وابتدى يكسر الكوبايات اللي قدامه ويزعق ويقول بصوت عالي: الجوازة دي مش هتتم، ده مستحيل. تتخيل ليه يا فندم؟ علشان أبوها حلاق. والله حلاق، بس أنا بقولها وأنا رافع راسي، لأنه راجل محترم وشريف ومكافح، عمل اللي ناس كتير معرفتش تعمله. ربى ولاده وعلمهم، وخرج منهم 3 دكاترة ومهندس معماري وظابط، مع إن هو نفسه ما خدش فرصته في التعليم، لكن شال مسؤولية بيته برجولة وشرف. بس للأسف أمي وقفت في صف أبويا وأخويا وأختي كمان، وبقيت لوحدي واقف في وش العاصفة. كنت كل يوم بسأل نفسي: إحنا ذنبنا إيه؟ أنا وهي عملنا إيه غلط؟ ليه بيتحكم علينا إننا نفترق وإحنا بنحب بعض بصدق؟ أنا فعلا ما كنتش حاسس بطعم الحياة غير بعد ما عرفتها.
كانت بالنسبة لي النور اللي دخل حياتي. قررت في لحظة صدق مع نفسي إني مش هسكت، ده حبي ودي حياتي، ومش هسمح لحد يقرر مكاني. رحت على بيت حبيبتي وقابلت أبوها، قعدت معاه وقلت له الحقيقة كلها من غير لف ولا دوران. كنت متخيل إنه بعد ما يسمع اللي حصل هيقف جنبي ويشجعني، لكن الصدمة كانت كبيرة. أول ما عرف إن أهلي معترضين هو كمان رفض جوازنا، وقالها لي بمنتهى الوضوح: أنا مش هرضى إن الناس تقول علينا إننا ضحكنا عليك وخطفناك من وسط أهلك. وقلت لنفسي: يا رب حتى هو. ولما شاف إن بنته مصممة تبقى معايا بصلها وقال: لو اتجوزتيه من ورايا وورا أهله أنا هتبرى منك. الكلمة دي كسرتنا احنا الاتنين، لقينا نفسنا في موقف ملوش حل. أهلي بيقولوا لأ علشان المستوى الاجتماعي، وأهلها بيقولوا لأ عشان الكرامة، وإحنا الاتنين في النص بنضيع. فكرت كتير، ليالي طويلة ما نمتش، وفي الآخر قلت خلاص لازم آخد خطوة. رحت لها وقلت لها يلا بينا نكمل اللي بدأناه. وفي يوم من الأيام خدت حبيبتي ومعانا 2 من صحابي ورحنا على مكتب المأذون. طلعنا بطايقنا وقلنا له: اكتب يا مولانا. ولما قال بصوته الهادي: قبلت زواجك على سنة الله ورسوله، وعلى الصداقة المسمى بيننا، وعلى مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، ما قدرناش نمسك دموعنا، أنا وهي وصحابي كمان. دموعنا نزلت من الفرحة والرهبة والخوف وكل حاجة. خرجنا من عنده زوج وزوجة قدام الناس، لكن من غير أهل ولا سند غير ربنا سبحانه وتعالى. بس المشاكل ما استنتش كتير. أول ما أبويا عرف طردني من البيت وخد مني العربية، وخرجت وأنا شايل شنطة هدومي الصغيرة وفي جيبي 7 جنيه، كل اللي فاضل معايا بعد ما دفعت أجرة المأذون. وبعدها بشوية أبوها هو كمان عرف وطردها هي كمان. خرجت ومعاها شنطة هدوم صغيرة و4 جنيه في جيبها. بقينا احنا الاتنين في الشارع من غير بيت ولا عيلة ولا حاجة إلا حبنا وإيماننا إن ربنا مش هيسيبنا. كنا وقتها في شهر فبراير، الشمس غايبة والدنيا ساقعة، وما كانش فاضل غير شهر واحد بس ونستلم شغلنا كأطباء امتياز، واللي كنا هناخد فيه 40 جنيه لكل واحد فينا. بس الليلة اللي اتطردنا فيها كانت أبرد ليلة ممكن تتخيلها. مفيش سقف فوق دماغنا ولا باب نحتمي بيه وراه. قعدنا في محل صغير كده بنداري نفسنا من البرد، وقلوبنا عمالة تدق من الخوف والتفكير. كل ساعة كانت بتعدي والخوف بيزيد. احنا فين؟ هنروح فين وهنبات فين واحنا لسه صغيرين على كل ده؟ بس الحمد لله الفرج جه من عند ربنا. واحد من صحابي ربنا يجازيه خير قدرنا نتواصل معاه، واستلفت منه 50 جنيه، وفورا خدتها وجرينا على القندة شعبية بسيطة من بتوع الناس الغلابة. ولما دخلنا الأوضة المتواضعة ما كانتش فخمة ولا فيها سرير ملوكي، لكن كانت أمان وكانت حضن. والأول مرة حسينا إننا مع بعض بجد في وش الدنيا، وإن اللي جاي مش سهل، لكن طول ما احنا جنب بعض أكيد هتعدي. قعدنا في اللوكاندا دي شوية لحد ما استلمنا شغلنا في المستشفى، وابتدت الدنيا تتحرك ببطء لحد ما ربنا بعت لنا هدية حقيقية من السما. صاحبي اللي ساعدني قبل كده جاب لنا بشارة حلوة، لقالنا شقة من غرفتين على الطوب الأحمر في بيت صغير في زقاق ضيق كده في حي شعبي، بس كانت جنة بالنسبة لنا. صاحب البيت كان محتاج فلوس فوافق يأجرها من غير مقدم ولا خلو، وب25 جنيه بس. والله فرحتنا بيها كانت أكتر من فرحة واحد كسب شقة في كومباوند، كأننا اشترينا قصر مش بس شقة. وأول ما اتفقنا لمينا هدومنا وجرينا على الشقة الجديدة. كانت بسيطة وعلى الطوب الأحمر، بس كانت دافية بروحنا، مليانة حب وأمل، وكانت بداية جديدة، بداية حقيقية وسط كل التعب ده. بدأنا نأسس عش الزوجية الصغير بتاعنا، وقلنا نبتدي من الصفر فعلا. أول فرش للبيت كان بسيط جدا، مرتبة سفنجة على الأرض
ومعاها مخدتين ومكتب خشب صغير كده وكرسيين وبور جاز نطبخ عليه وبراد وكوبايتين وحلتين. والله حلتين بس احنا كنا شايفينهم كنز، لأن البيت كان مليان الدفى والونس والرضا والحب اللي بيكبر كل يوم. في العيش الهادي ده، عيش الحب والكفاح، عشنا حياة فيها سعادة غريبة. مش لأن الدنيا كانت سهلة، بالعكس كنا بنعاني من حاجات بسيطة زي الفئران والحشرات اللي ما كانتش بترحم، بس عمرها ما فرقت بينا ولا هزت عزيمتنا. مراتي كانت ست بميت راجل، إرادتها قوية وعقلها أكبر من سنها، واتفقنا من أول لحظة إن حياتنا دي نبنيها بإيدينا من غير ما نمد إيدنا لحد. كانت بتعرف تدبر القرش صح. بعد ما ندفع إيجار الشقة كان بيفضل معانا 55 جنيه، كانوا بيكفونا للأكل والمواصلات طول الشهر، بس من غير لبس جديد ولا خروجات ولا رفاهية. ومع كده كنا راضيين ومبسوطين قوي بإننا مع بعض. جيراننا كانوا ناس بسيطة جدا، بس كانوا طيبين وبقينا زي أهل، حبونا وحبيناهم، وكانوا دايما بيشفقوا علينا. مش مصدقين إننا دكاترة وبنعيش بالشكل ده، لحد ما في مرة واحد من الجيران ببساطته الجميلة قال وهو مستغرب: كنا فاكرين إن كل الدكاترة أغنياء، بس ياما في الحبس مظاليم. ضحكنا ساعتها من قلبنا، لأننا فعلا كنا بنعافر، بس كنا أغنى ناس باللي بينا. اللي خفف عننا التعب والمعاناة في الأيام دي كان الجيران الطيبين والناس البسيطة اللي قلوبهم مليانة شهامة وجدعنة. جيراننا كانوا دايما بيحاولوا يساعدوا مراتي بكل حب من غير ما يطلبوا حاجة في المقابل. واحدة كانت بتقول لها: هاتي هدومكم نغسلها مع غسلنا، انتوا دكاترة ومشغولين طول النهار وده أقل واجب. والتانية كانت بتروح تجيب لها حاجة البيت من السوق وهي راجعة من نفسها كده ومن غير ما تتكلم. والتالتة كانت بتصر تشتغل معاها بتنظيف الشقة بكل نشاط وحب، كأنها بتنظف بيتها. أنا بفتكر اللحظات الصغيرة دي دلوقتي وقلبي بيتشد، لأنها كانت بالنسبة لنا تعويض صادق عن الجفاء الرهيب اللي جاي من أهلنا، ناسنا اللي كان المفروض يقفوا في ظهرنا، لكن للأسف اختاروا يقسوا علينا بدل ما يحنوا. رغم إنهم كانوا عارفين كل ظروفنا، عارفين إننا عايشين من غير حاجة وإننا بنبدأ من الصفر، ومع ذلك لا حد سأل ولا حد حاول يطبطب، ويا ريتهم سابونا في حالنا. في ليلة من الليالي وبعد يوم شغل طويل ومرهق، كنا نايمين أنا وهي، نايمين على مرتبتنا الوحيدة وإحنا حاسين بالأمان رغم الفقر. وفجأة 4 وحوش كأنهم طالعين من كابوس اقتحموا الشقة علينا وهم بيزعقوا ويكسروا كل حاجة، حطموا المكتب والكرسيين، قطعوا المرتبة اللي بننام عليها، وقطعوا كتابنا وأوراقنا، وسبونا بأبشع الألفاظ، وكل ده بحجة إنهم بيفتشوا الشقة. فين القانون وفين الكرامة؟ ولا حياة لمن تنادي. ولما خلصوا اللي جايين يعملوه، رئيسهم بصلي بكل غرور وقال: انتوا لسه ما شفتوش حاجة عشان تبقى تتحدى الباشا. كان يقصد أبويا اللي وقتها كان اترقى لرتبة لواء. قد ايه الكلمة دي كانت بتوجع أكتر من الكسر والضرب. ازاي أب يوصل لمرحلة إنه يستخدم سلطته عشان يبهدل ابنه؟ بس الحقيقة السلطة عمرها ما بتساوي الرحمة، ولا الرتبة تغني عن الحنية اللي المفروض تكون في القلب. بعد ما خرج ال4 اللي قلبهم حجر، ما سمعناش غير صوت الباب وهو بيتقفل بعنف، والخراب اللي سابوه وراهم سايبينه لينا نتعامل معاه. قعدنا احنا الاتنين منحنيين على الأرض نلم السفنج اللي اتنطر من قلب المرتبة بعد ما فتحوها، بنحاول نرجع الحشو مكانه ونخيطها بإيدينا كأننا بنخيط جرح في قلبنا. جبنا الكتب اللي اتقطعت من الأرض ورقة ورقة نحاول نلزقها ونرتبها، واحنا بنرمم في المكتب والكرسيين اللي اتكسروا قدام عينينا زي ما انكسر كل أمل كنا بنتمسك بيه. ولما تعبنا خلاص، نمنا على نفس المرتبة اللي بقت مش مريحة بس فيها دفانة، ومسكنا ببعض بإيدينا بقوة كأننا بنقول لبعض: أنا جنبك ومش هسيبك مهما حصل، حتى لو الدنيا كلها بقت ضدنا. وفي قلبي كان إحساس غريب، إني عارف إن أبويا مش هيهدى
وإن اللي حصل ده مجرد بداية. وفعلا المصيبة اللي بعدها كانت أفظع بكتير. صديقي جالي وقال لي بصوت كله قلق ورعب: أبوك ناوي يلفق لمراتك قضية آداب. آه والله ده حصل. راجل رتبته لواء، مستعد يدوس على ابنه وعلى مراته وعلى سمعتهم علشان بس يعلم عليا. لكن صاحبي اللي ربنا يكرمه على وقفته راح له وقعد يقسم له انه هيحاول يقنعني انه يطلقها، وطلب منه بإلحاح انه ما يعملش كده علشان لو حصل لها حاجة انا هعاند اكتر وهتمسك بيها لحد اخر نفس. ومن وقتها بقت مهمة صاحبي الوحيدة انه يروح لابويا كل كام يوم ويقعد يقول له اصبر شوية، اديني وقت انا بحاول. بس الحقيقة هو ما كانش بيحاول يقنعني بحاجة، هو بس كان بيحاول يشتري وقت، يمكن ربنا يهدي الراجل ده أو ينسى أو قلبه يتحرك. بس احنا كنا بنعيش كل يوم على نار، مش بس بنحارب الفقر ولا الوحدة، كنا بنحارب إننا نعيش من غير ما نتكسر على إيد اللي كان المفروض يبقى سند. بعد كل اللي عدى جت فترة التجنيد، وأنا كنت حاطط لها 1000 حساب من قبل ما تحصل. سنة كاملة ما قبضش فيها غير 6 جنيه في الشهر، يعني ولا تمن أكل أسبوع. وقلت لنفسي هنعيش إزاي ونصرف منين؟ بس ربنا كبير وعمره ما بينسى عباده. زوجتي اللي دايما كانت واقفة في ظهري لقيت شغل في مستوصف قريب من البيت، وبدون تردد بقت هي اللي بتصرف علينا. قد إيه حسيت بالفخر بيها، وفي نفس الوقت حسيت بمرارة العجز إني مش قادر أكون العاقل في الوقت ده. بس هي عمرها ما خلتني أحس بكده، كانت دايما بتقولي إحنا فريق، وانت لسه راجع وانا مستعد اتحمل شوية كمان. خلصت التجنيد اخيرا، وكنت مستني اللحظة دي بفارغ الصبر علشان نبدأ ندور على فرصة سفر، نهرب من القسوة، من الاهل اللي عمرهم ما سامحوا، ومن التربص اللي كان دايما حوالينا. بس اول ما خرجت لقيتها بتقولي انا عايزاك تسجل الماجستير واحنا الاتنين نسجله سوا. بصيت لها وانا مش مصدق، قلت لها انت اتجننتي؟ احنا محتاجين نشتغل ونسافر ونجيب فلوس، مش نكمل تعليم. لكن هي بصت لي بنظرة كلها إصرار وقالت احنا تفوقنا وقفنا قدام الضيق والقهر والمشاكل، ليه ما نكملش الطريق للآخر؟ العلم هو اللي هيغير حياتنا بجد. وبالرغم من اني كنت شايف القرار ده صعب جدا وقتها، الا اني ما قدرتش غير ان انفذ كلامها، مش بس عشان اريحها، لكن لاني كنت فعلا منبهر بيها وبثباتها وعقلها وبإيمانها بينا. وسجلنا الماجستير سوا. لكن اللي حصل بعدها كان أصعب من أي وقت فات. قسينا وشفنا أيام ضنك وقهر أكتر من أول الجواز، لا فلوس ولا راحة ولا أي حاجة، بس كان عندنا حلم وكان عندنا بعض. كفاية أقولك إن آخر شهرين في الدراسة كان أكلنا لا يتعدى عيش ودقة وملح وشوية مية، بس مية فيها طعم الصبر والمقاومة. ليالي كتير كنا بنذاكر فيها وإحنا جعانين، جعانين بجد، جعانين لدرجة إننا ما بنلاقيش أي حاجة نسد بيها الجوع غير كوباية مية. أنا فاكر ليلة معينة كانت قاسية قوي، ما قدرتش أستحمل، فشربت مية كتير عشان أضحك على جوعي، لكن بطني قلبت عليا وقعدت أرجع من كتر ما شربت، والجوع بقى أشرس. اضطريت أضحي بقرشين وطلعت في عز الليل أدور على أي حاجة تتاكل. رغم كل ده كنا سعداء، ولا مرة سمعت مراتي بتشتكي، ولا مرة شفتها بتبكي أو زعلانة أو متضايقة. كانت دايما مبتسمة وثابتة وقوية. كل ما كنت أرفع راسي من الكتاب متململ أو تعبان ألاقي عينيها الجميلة بتبصلي بحنان، والابتسامة الحلوة مالية وشها، فابتسم لها وارجع للكتاب تاني وكأني واخد شحنة طاقة. وربنا سبحانه وتعالى كرمنا وقدرنا نخلص الماجستير في سنتين بس، وده زمن قياسي. بس للأسف راحت أزمة وجت أزمة، عشنا بعدها سنة تانية من نفس المعاناة، نفس المرتبة ونفس صعوبة العيش، مفيش راحة نفسية ولا جسدية. لحد ما ربنا كرمني أخيرا وبعد جهد كبير قدرت أجيب عقد عمل ليا ولزوجتي في واحدة من الدول العربية. وهنا بقى والأول مرة من 5 سنين عرفت يعني إيه أنام على سرير بجد، عرفت يعني إيه أشوف تلفزيون، ويعني إيه آكل أكل محترم مش بس يسد الجوع.
وخلال سنتين بفضل الله وبفضل تعبنا اشترينا شقة تمليك في القاهرة وفرشناها بإيدينا. بقى عندنا بيت، بقى عندنا مأوى، والأول مرة نحس إن عندنا مكاننا. وهنا بقى أنا قلت خلاص نرجع مصر، نعيش ونهدى ونتنفس. لكن المجنونة اللي قلبي وقع في حبها من أول يوم طلعت لي من تاني بنفس النظرة ونفس الحماس ونفس الحلم الجديد وقالت: إيه رأيك ناخد زمالة كلية الجراحين الملكية في لندن؟ أنا بصيت لها كده وقلت جوايا: يعني هي مش بتزهق ولا إيه؟ لكن كلامها كان منطقي كالعادة. إحنا متفوقين وعدينا الصعب، ودلوقتي معانا فلوس نقدر نصرف بيها على الحلم ده. والحلم ده ما كانش سهل، بس إحنا عمرنا ما حبينا الطريق السهل أصلا. وبعد ما خدنا الشهادة ربنا كرمنا بعقد شغل في دولة تانية، والمرتب كان خيالي. أخدنا بعض وسافرنا على المكان الجديد، وهناك بدأنا رحلة النجاح المهني الكبير. أنا بقيت مدير للمستشفى اللي شغال فيها، وهي بقت مديرة القطاع الطبي كله في الشركة اللي شغالة فيها. شوف الطموح لما يتحول لحقيقة. وربنا زادنا من نعمه ورزقنا بأجمل هدية في حياتنا، بنت جميلة زي القمر. ما ترددتش لحظة إن نسميها باسم أمها، شريكة كل لحظة في حياتي، شريكة الألم والسعادة، الكفاح والنجاح. وبعد 3 سنين غربة رجعنا مصر في أجازة، وقلبي شايل قرار ما قلتوش لحد. كنت مصمم على مفاجأة، حاجة اتأخرت 8 سنين. استنيت أسبوع وبعدين قلت لها: عايز أعمل لك فرحنا اللي ما عملناهوش. من حقك تلبسي فستان أبيض، من حقك تفرحي، من حقي ألبس بدلة فرحي وأعيش اللي اتحرمنا منه. وفعلا صممت ونفذت، وتحديت الكل، وعملت فرحنا في نادي الشرطة، جوه نادي الشرطة نفسه. دعيت كل الناس اللي وقفوا جنبنا أيام الشدة، أصدقائي الجدعان وجيراني البسطة من شقة الطوب الأحمر. دخلوا القاعة وهم مبهورين وفرحانين، ودموعهم بتقول يستاهلوا. ودخلت أنا وهي لابسين كأننا لسه متجوزين، هي فستان أبيض يشبه ملاك نازل من السما، وأنا بدلتي اللي كنت بحلم بيها من سنين. قدامنا الشموع والمشاعل، وفرقة الزفة شغالة، وطفلتنا الجميلة بتجري بين رجلين المعازيم وبتضحك، مش عارفة إن ده مش أي فرح، ده فرح أبوها وأمها اللي شافوا الجحيم وخرجوا منه ماسكين في بعض. نمت ساعتها وأنا مطمن، قلبي مليان شكر لله، راضي عن كل نقطة عرق نزلت، وعن كل دمعة اتكتمت، وعن كل لحظة وجع عدينا بيها، لأنها هي اللي جابتنا هنا. أنا بكتب لك النهاردة عشان أقول لك: الصبر مش ضعف، الكفاح مش جنون، والحب الحقيقي بيعدي بالناظر الحياة وبيخرج أنقى وأقوى. عايز أقول لكل شاب وبنت: ما تستعجلوش وما تيأسوش، ما تنكروش رحمة ربنا. لكل شدة نهاية، ولكل ضلمة فجر لازم تمشوا السكة لآخرها. والكاتب الرسالة دي بيرد الكاتب الكبير عبد الوهاب مطاوع، وبيقول له: من زمن طويل لم أتلقى رسالة واحدة زي رسالتك، ما بيطلبش فيها كاتبها حاجة غير إنه يضع تجربته السعيدة أمام الآخرين ليستفيدوا منها. ولا عجب في ذلك، لأن من يكتب عن نفسه يميل به قلمه غالبا إلى النجوى وبث الهموم، كأننا نردد جميعا مع المتنبي قوله: ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أشكي فيها ولا أعتب، لكنك قلت قصيدتك يا صديقي فلم تشك فيها ولم تعتب، رغم ما لقيته من شقاء في حياتك. ولذلك فلقد سعدت بها كثيرا، ودهشت الحفل الزفاف المؤجل منذ 8 سنوات، ولم أتعجب له، لأنه من حق من يشقى أعظم الشقاء أن يسعد أيضا أعظم السعادة. كما لم يخف عني معنى ومغزى اختيارك لنادي الشرطة بالذات لإقامة هذا الحفل الغريب، كأنك تريد أن تبعث به إلى أبيك رسالة تقول له فيها أنك قد صمدت لعدوانه عليك، وكافحت ونجحت، وحققت لنفسك السعادة التي أردتها باختيارك لشريكة عمرك. والحق أن زوجتك تستحق هذا الحفل وأكثر، لأنها من بانيات الرجال، وقد دفعتك خطوات واسعة إلى الأمام بإرادتها الصلبة وصبرها وكفاحها معك وإخلاصها لك، ولأنك أيضا وجدت معها جنتك الحقيقية.
وأنتما ترقدان فوق حشية الأسفنج في شقة الطوب الأحمر، وسوف تحقق معها الكثير والكثير أيضا. وبالرغم من تقديسي دائما لرمز الأب واعترافي له بحقه في أن يحجب موافقتي على زواج ابنه وفقا لما يراه من اعتبارات، إلا أني فزعت من أن تصل معارضته لزواجك إلى حد استخدام الأساليب البوليسية الكريهة معك لإكراهك على الانفصال منها. فقد كان يكفيه أنه طردك من بيته وحرمك من معونته وقبض عنك يده وتركك تقاسي شظف العيش وتغالب الجوع والحرمان مع زوجتك. نعم، كان يكفيه كل ذلك ثم يدعك لتخوض تجربتك وفقا لاختيارك. أما أن يطلق عليك وحوشه ليقضوا مضجعك ويهدد بتلفيق قضية ماسة بالشرف لزوجتك، فهذا هو الجرم الذي ما كان ينبغي له أن يرتكبه في حق ابنه أبدا. ذلك أن الأب لا يملك لابنه الرشيد في النهاية سوى النصح والإرشاد، فإن لم يمتثل للنصيحة فليدعه لحياته ومصيره. وربما كان الأقرب إلى الرحمة والمعنى الأبوة بعد ذلك أن يمد من بعيد معونته حتى ولو تمسك بموقفه الرافض منه. أما أن يطارده بهذا الشكل المفزع فهذا هو التجبر وغرور السلطة. إذ ماذا كان يملك أن يفعل لو لم يكن في موقع يسمح له بإرسال الوحوش إلى بيت ابنه؟ فلنترك على أي حال هذا الحديث المؤلم، ودعني أقول لك بعد كل ذلك إن الأيام تأسو الجراح، وإن أيام الشقاء قد مضت بخيرها وشرها، وأنتما الآن زوجان سعيدان وشريكان ناجحان، ولستما في حاجة إلى معونة أحد، لكنكما في حاجة بالتأكيد إلى أن يكون لكما أهل وأقارب. فالإنسان الوحيد الذي تشغله رحلة الكفاح عن نفسه يبحث حين تستقر سفينته عن أهله، وقد يتلمس أقاربه البعيدين لينتسب إليهم ويجدد صلاته بهم. أنتما لستما في حاجة إلى البحث عن الأهل والأقارب لأنهم موجودون والحمد لله، لكن ظروف حياتكما قد بعدت بينكم. فلماذا لا تستكمل سعادتك بأن تفتح صفحة جديدة حتى مع من أساءوا إليك وظلموك؟ ولما لا تستعيد صلاتك بأسرتك وتستعيد زوجتك صلاتها بأسرتها، وأنتما الآن زوجان تفخر بهما أي أسرة؟ بل ولماذا لا تتيح لأسرتك فرصة أن تعرف زوجتك على حقيقتها وطفلتك التي لم ترها حتى الآن؟ إنك إن فعلت فسوف يكون ذلك تأكيدا جديدا لاستقامة خلقك